لازو الفلاواش لا بخير وكيستيلي هسه ان شاء الله ها ندخل مع ثاسة ويا زيض. اليوم غادي ندير لكم كبده ديال الدجاج مشرمله. قدمتها مع واحد لابوري ولا اروع، تجي كريميه ما شاء الله. هذا الكبده غتجربوها بهذه الطريقه بزاف بنينه مع لاصوص الله ودبشه من الفوق. قد ما نحكي عليها قليل. هنا غسلت الكبده ديالي، نقيتها مليح وقطعتها قطع صغيره ودرتها في الكسكاس تقطر بهذه الطريقه. وهذه هي المرحله الاولى. عندي الزيت والملح والكبده. هنا في المقله ديالي ندير شويه الزيت وندير هذيك الكبده على نار قليله، نخليها طيب حوالي 80%، ومن بعد نكملوها في لاصوص. نغطيها ونخليها طيب. ندير شويه ديال الملح بهذه الطريقه. هايليك بعد ما طابت غادي نديرها في الطبسي بهذه الطريقه، نديرها كامل في نفس المقله اللي قليت فيها الكبده. غادي نديرو لاصوص. هايليك الكبده كما قلت لكم طابت حوالي 80%، مخصوصه غير شويه برك. هنا بالنسبه لاصوص عندي الثوم مرحي، عندي طماطم مصبره، عندي 2 حبات ديال الطماطيش رابيتهم، عندي دبشه، عندي شويه كمون، شويه فلفل كحل، وعندي الزيت وعندي الملح وعندي شويه ديال الخل. غادي نمروا الطريقه كيفيه التحضير. هنا في المقله ندير شويه زيت في نفس المقله، ندير هذاك الثوم يتقلى، نقليه مليح. كي يتقلى غادي نزيد له مغرف كبير ديال الطماطم مصبره، نخليها تتقلى شويه، ومن بعد نزيد هذيك الطوماطيش نخليها تاني تقلى شويه. غادي ندير التوابل، ندير شويه ديال الملح، شويه فلفل كحل، شويه كمون، ونسيت ما قلت لكم الرند. اللي يحب الحار يزيد العكري الحار. هنا ندير الرند، ما تكثروش الملح، ما تنسوش باللي درنا في الاول. هنا ندير كميه ديال الماء حوالي كاس ونخليه يغلي حوالي 5 دقائق. هاوليك بعد ما غلا غادي ندير هذيك الكبده، نديرها كامل ونخليها ونغطيها ونخليها تتجمر على نار قليله. هاليك بعد ما طابت والله جات ما شاء الله متجمره الله واحد لاصوص ولا اروع. هنا كي طابت طفيت عليها، غادي ندير الفوق شويه ديال الخل، بعض القطرات ديال الخل بهذه الطريقه، ونزيد شويه كمون من الفوق، وندير الدبشه من الفوق تاني بهذه الطريقه، وتكون الكبده ديالي جاهزه. هايليك كيفاه جات والله ما شاء الله. شهيتكم في الجنه ان شاء الله. ان شاء الله تجربوها بهذه الطريقه وتعجبكم وتردوا لي خبر في التعليقات. انا هذه الكبده قدمتها مع لابوري. هايليك والله جات ما شاء الله. حكمت البطاطا، قطعتها قطع صغيره، درتها في الماء والملح وخليتها طيب. كي طابت صفيتها، درت شويه كمون، شويه حليب، شويه زبده، مع شويه ديال الجبن، ودرتها بالباتور بهذه الطريقه حتى وين تحصلت على كريمه ما شاء الله. واحد لابوري تجي كريميه، تجي كيما لاموس، ما تجيش كيما البلاستيك معجنه ولا لا تجي كيما لاموس ما شاء الله. جربوها بهذه الطريقه وردوا لي خبر. ما تبخلونيش باللايك والاعجاب بالفيديو والمشاركه مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. وما نطولش عليكم، على بروشين فيديو ان شاء الله.